خلينا متفقين ان الجلاش بالجبنه احلى بكتير واطعم من الجلاش باللحمه. النهارده هنعمل الجلاش بالجبنه بطريقه سهله وبسيطه وحلوه قوي، وهيطلع معاكم بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. هستخدم للحشوه النهارده ميكس جبن، جبنه بيضه وجبنه رومي وجبنه موتزاريلا. هحط كل الميكس دول على بعض، وهكون مقطعه عندي زيتون او حطوه سليم براحتكم، وهكون مقطعه فلفل حامي على بارد او بارد بس او حامي بس براحتكم. هميكس كل دول بنص كوبايه لبن عشان الخليط يبقى عندي سهل في الفرد. بعد كده هجيب الصينيه بتاعتي وهدهنها زبده او سمنه او زبده وسمنه، خليط على بعض براحتكم. بعد كده هبدا ارص بقى كل طبقتين جلاش، احط بينهم دهنه زبده او سمنه، واخلص نص كميه الجلاش. وبعدين اجيب الجبنه بتاعتي واحطها بقى بين الطبقتين دول وهفرده كويس. وبعدين هرجع اكرر نفس اللي انا عملته في الاول تاني. بعدين هقطعه بقى بالتقطيع اللي تحبوها، مربعات، سمبوكسات، براحتكم. وهسقيه بكوبايه لبن، هدخله الفرن 10 دقايق بالظبط. وبعدين هطلعه وهحط عليه جبنه موتزاريلا، او ممكن تحطوا ميكس جبن، يعني جبنه موتزاريلا على جبنه شيدار او جبنه رومي براحتكم. انا حاطه النهارده جبنه موتزاريلا بس. وهرجع ادخله الفرن تاني يقعد بقى 10 دقايق تاني، وبعدين افتح الشوايه. بجد بيطلع تحفه وجميل قوي ولذيذ جدا جدا جدا، ومش هتشبعوا منه. جربوه، واستنى رايكم في الكومنت، واشوفكم في وصفه جديده.